السلام عليكم. ازيكم؟ مش ملاحظين ان انا كل مره اسالكم ازيكم وانتم ما بتردوش؟ ماشي هعديها لكم، بس شويه تقدير يعني. لو جيت وسالتك تعرف ايه عن بئر زمزم، هتقول لي ايه؟ بئر مقدس موجود في الحرم المكي، ولا ان فجره سيدنا جبريل بجناحه بامر من ربنا سبحانه وتعالى تحت قدم سيدنا اسماعيل، وانه هو اشهر بئر موجود على وجه الكره الارضيه؟ صح كده؟ طب ما فكرتش في مره تعرف اكتر عنه، عن منابعه وعمقه مثلا، او لو نزلناه ايه اللي ممكن نلاقيه جوه؟ انا فكرت والحقيقه لقيت قصه عجيبه جدا، فمش خساره فيك مع انك كل مره بقول لك ازيك وانت ما بتردش عليا. بس ماشي، انا مش هقف عند الحاجات الصغيره دي، وهنتكلم النهارده عن تطهير بئر زمزم وعن اللي لقوه جواه. رضانا النهارده في مكه المكرمه، وتحديدا سنه 1978 في عهد الملك خالد بن عبد العزيز، لما العمال وهم بيحفروا في اعمال توسعه الحرم المكي لقوا ميه بتطلع من قلب الحفر، فخافوا لا يكونوا بيحفروا في مصادر وتغذيه بئر زمزم، فاصدر امر للمهندس يحيى كشك عشان يعرف ان الميه دي من البئر ولا لا، وكمان يلاقي وسيله عشان يعرف بها منابع البئر. وبعد تفكير قرر ان هو يستعين بغواصين، وكان منهم واحد مصري اسمه محمد يونس. عمق البئر اللي نعرفه كان 18 متر، وعرضه كان متر ونص تقريبا. ونزل غواصين للبير ومعاهم بوصله عشان يعرفوا منابعه فين ويحددوا اتجاهها، لكن اللي حصل ان البوصله ما اشتغلتش، فغيروها مره واثنين وثلاثه وبرضه ما اشتغلتش، فبدات الناس تهلل وتكبر وقالوا دي معجزه من المعجزات. المهندس يحيى ما كانش مقتنع، وكان عايز يدرس ويشوف الموضوع ده حصل ليه، فنزل الغواصين البير تاني وكان معاهم كاميرات اعماق، واكتشفوا ان البير مليان مخلفات كتير. خد عندك اواني فخار وعمولات عثمانيه وبريطانيه قديمه ومواسير حديد وحبال وقرون بقر وحاجات غيرها كتير. وخليني اقول لك ان مهمه التنظيف دي ما كانتش سهله خالص. هقول لك ليه. اسطوانات الاكسجين كانت مدتها تحت الميه 30 دقيقه بس. طيب وايه المشكله؟ ما يغيروا الاسطوانه كل نص ساعه وخلاص. المشكله كانت عشان ينزل الغواصين كان بياخدوا 10 دقائق وزيهم 10 دقائق عشان يطلعوا، فكده كان لازم يشتغلوا في 10 دقائق بس ويخلصوا مهمتهم ويطلعوا بسرعه. وكمان ما تنساش لما يشيلوا المخلفات والمسافه تكتر اكتر الوقت هيزيد اكتر، فبالتالي مش هينفع يشتغلوا اصلا. بس المهندس يحيى فكر ولقى حل كويس، والحل كان انه يجيب ماكينه ضخ هواء بخراطيم طولها 20 متر عشان تمدهم بالاكسجين. وبدات المهمه، وهم بينظفوا البئر اكتشفوا ان البئر عمقه 30 متر، يعني كان في 12 متر مردوم بالمخلفات. وهم بينظفوا البئر حصل هجوم ارهابي على الحرم بقياده جهيمان العتيبي، واللي اخذ كل اللي فيه رهاين، وادعى ان جوز اخته محمد عبد الله القحطاني هو المهدي المنتظر، وامر ان الكل يطيعه ويبايعوا ان هو امام للامه. وطبعا العالم الاسلامي اتقلب ساعتها، والسعوديه اصدرت فتوى باقتحام الحرم والدخول بالسلاح وتحريره، واقتحموا المكان، والشرطه قدرت تقبض على العتيبي اللي اتعدم بعد كده، والقحطاني كان مات بالرصاص اثناء المواجهه والمناوشات. المهم اثناء المواجهات كانت الكهرباء قطعت عن الحرم، والمضخات اللي كانت بتسحب الميه كلها عطلت، وغرق الحرم كله، وحتى البير ميته اختلطت بميه تانية واتلوث، فشغلوا المضخات من جديد عشان تسحب الميه، وبداوا الشغل كله من اول وجديد. لما المضخات سحبت الميه والميه قلت في البير، قدروا لاول مره يشوفوا منابع البير بعينيهم، ونزلوا كاميرات وصوروا البير من جوه، واكتشفوا ان في منبعين رئيسيين، والباقي كله شقوق صغيره بتجمع الامطار اللي بتنزل على مكه وبتجمعها في قلب البئر. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، وكالعاده طبعا ما تنساش تقول لنا رايك، ولو حبيت تبص على المصادر هتلاقيني سايبها لك تحت في الديسكريبشن. ولو انت على اليوتيوب اخبط لايك وسبسكرايب، وكمان فعل زر الجرس عشان يوصلك كل حكايتنا الجديده. ولو انت على التيك توك ما تنساش اللايك والفولو، وطبعا ما تنساش حركه الاكسبلور. سلام.